أول مرة ألقى الكوسة عندهم. هاي الفطور مالتي اليوم. السلام عليكم، صباح الخير بيوم جديد. شخص بالعمارة المقابلنا هذا دائما يظل صوته عالي، يعني أقل شي مرة مرتين باليوم يبدي يصيح، يبقى في 5 دقايق هيك شي. عندي هاي الفواحة اشتريتها اخلي لها مي، ومن هاي الزيوت العطرية. خل اخلص دراستي هسه وارجع لكم. راح اطلع هسه لوحدة من الاسواق اللي ما اروح لها بالعادة، اللي هي فيليج جراشر. بالعادة اروح على جاينت او لوتس. جاينت اكثر شي تلقى بيه عوائل، لوتس اللي اروح له قريب على الجامعة فدائما بيه طلاب. هذا تقريبا مال ناس مثقفين بشغلات يعني غريبة وعجيبة. خل نروح نشوف شنو عندهم. والمكان مالته نفس هذا اللي كنت اتمشى يمه بالليل قبل كم يوم من كنت اركض، بس هذا اكو مكان حلو قبله. يبين من عنده الجسر على الشاطئ مباشرة صاير. شوف الغيوم مش محلاها. والطيارة هسه جاية قاعد تهبط، ان شاء الله ما تنزل علينا. تشوفوها لو لا الطيارة. صح الدنيا ظهر بس الشمس مو حيل قوية، يعني هي حارة بس مو حيل قوية الشمس يعني اليوم. هاي القوارب مالتهم مال الصيد. انا هسه رايح على هالمحل اللي علامة مالته خضرا، فيليج جروشر. هذا المول مال كوينز باي، وهذا هو صاير هنا. اذا تتذكرون المقطع من كنت اركض قبل كم يوم على البحر، هو هنا أنا كان قريب من هاي. ناخذ عربة ونفوت نشوف شنو عندهم اشياء. الطماطم مثلا اكو نوعية ب 12 رنجت، وهاي مثلا 5 رنجت تقريبا. هاي قسم الخضار والورقيات. هاي الصوصات ناخذ منها مع السلطة نجربها. هذا الجرجير بس على 7 رنجت. هذا هم الجرجير، نعناع، كرفس. اخذت هاي النوعية بلسمك وثاوزن ايلاند روستد سيزم. هذا الفجل الاحمر الصغار ما القاه بس هنا سعره 3 رنجت تقريبا. اول مرة القى الكوسة عندهم منطقة للتخفيضات همين، مثلا 50%، هاي هم 50%. اخذ منها السبانخ. هذا الجرجير. اشياء حيل غالية ومبالغ بيها، يعني الوحدة 3.5 رنجت. عليه Is it all halal here? Yeah, ini all halal. Okay, thank you. هاي انواع الستيك واسعارها. الاسعار على القطعة بالكيلو. لقيت عندهم هنا بسطرمة، اخذت لي واحد من هاي القطع سعرها 15 رنجت تقريبا. هذا معون جبن مثلا 68 رنجت، يعني شي 23,000 دينار. اشكال وانواع مال تشيبس، مثلا هذا بالستيك واغيو ستيك، هذا شريمب. هذا شو اشكالها حلوة. هاي جبن وترافل. اشكال وانواع معكرونة وسباجيتي، بس شنو 30 رنجت 27 رنجت. لقيت هذا هنا فول الصويا سعرها تقريبا 7 رنجت، بها بروتين عالي.
صح الاشياء هنا غالية بس تلقى كل شيء تقريبا، كل انواع الصوصات، صوص عندهم والله موجود بكل المحلات، صوصات اشكال وانواع. هاي الشغلات البسيطة اللي اخذتها سوت 45 رنجت تقريبا. هسه رايح على جاينت اكمل باقي المسواق لان هناك اصرف لي. باقي لي بنزين اقل من ربع، راح نفول بنزين ونرجع. بنزين خانة اليوم ازدحام. كنت مستغرب اخر مرة من سعر البنزين، كان حسيته اغلى، طلع مزيديها على الدوليين بس المحليين الهم نفس السعر، صاير 2.6 رنجت. هذا 97. اخذ بصلها سعره 3 رنجت، خيار 5 رنجت. هذا باذنجان سعره 6.5 رنجت. البرتقال هنا بالقطعة 1.9 رنجت. هذا البرتقال. هذا افوكادو تفاح من هذا. هذا العرموط سعره 4 رنجت تقريبا. اخذت هذا صدر الدجاج همين، اخذت ماعونين، هذا واحد. هذا عصير ليمون نص لتر سعره 3 رنجت. نجرب هالمرة زيت بذور العنب. ناخذ منها البيض. حاطين السمك ويا البامية، هاش تصرف وياهم ذا. اخذت منهم معون رز، اخذت قطع الدجاج وخس اكيد. وهاي هنا عندهم وجبات جاهزة، وهذا دجاج 17 رنجت. هاي وجبات لفات همين. وهاي الوجبة مالتي اليوم. هذا اسم المطعم انكل جاك بداخل جاينت. هاي الوجبة مالتي صار سعرها 7.9. هيك نكون خلصنا. المسواق كله خليته بالسلة، اروح من شيله وافتح المصعد وارجع سده. صليت العشاء ونزلت. اليوم ما عندي تمرين بس ركض. صراحة كنت متخاذل شي 5%، بس شفت فيديو جديد الصالح ابو الذهب، صح هو يسوي باور ليفتنج وديد ليفت وغيرها، بس انطاني شوية حماس نزلت هسه. الدنيا برا مطر، ما ادري اذا مبين او لا واضح. فراح اركض هنا داخل السكن، اكو عندنا منطقة مال ركض ايضا او العاب، راح اركض هنا. خلي اسوي احماء اول لان رجلي ظلت شادة من البار. هذه الاحتفالات الهندية مال ديبافالي. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الكاميرا راح تخلص شحن، أنا خلصت ركض. راح أصعد أتعشى لأن جعت حيل. هنشوفكم على الوجبة. هذه هنا قطع مع صدر دجاج وياها فلفل، طماطة، جرجير وسبانغ وياها فجل. راح ألفها بهاي الخبزة. صارت اللفة هي جاهزة، ينزل عليها الدجاج هسه. حطيت الخضار هسه بس أضيف الدجاج عليها. هسه الدجاج نزل عليها، خلي بس ألفها وأحمرها بالطاوة شوية. حاولت ألفها مثل الخطوات مالتهم لكن يمكن مكثر شوية دجاج، خلي ألفها بطريقة عشوائية وأكلها أحسن. هذا الشوفان حزر باكر شنو الريوق. هسه راح أبدي تخطيط للأسبوع الجاي، وإذا عندي أي تجربة راح أنزلها هنا. كلش تعجبني الخلفيات مال جوجل. هسه خلاص اليوم مالتي، اشوفكم باكر ان شاء الله. لا تنسون الصلاة على النبي واذكار النوم. لازم اروح انام هسه، باكر عندي يوم طويل.